الصوت اللي سمعتيه والتفاعل والفوران اللي هتشوفيه دلوقتي أكبر دليل على إن فكرة النهاردة فكرة عبقرية فعلا. طب إيه الفوران ده وإيه اللي في الإزازة أصلا وليه الصوت اللي سمعناه؟ كل دي أسئلة هجاوبك عليها في آخر الفيديو، بس عايزاك تركزي معايا قوي. هل أنت متوقعة النتيجة بعد الفوران ده ما يهدى إيه اللي هيكون معانا في الإزازة وهيكون شكله إيه؟ أنا هقولك بالتفصيل. النهاردة هنقدم وصفتين. الوصفة اللي أنت هتشوفيها دلوقتي معايا سهلة وبسيطة بناء على تعليق أخت من أخواتي كتبتهولي قريب، والوصفة التانية هنتكلم فيها بالتفصيل عن اللي شفتيه معايا من شوية، الفوران والصوت اللي سمعتيه. طبعا الجل اللي احنا كنا عاملينه في الفيديو قبل الأخير وغسلنا منه السجادة وطلع لنا أصعب البقع، عايزة أوريهولك بعد 3-4 أيام أو عدى دلوقتي تقريبا أسبوع. زي ما شفت القوام بتاعه ممتاز. وادي الجل اللي هنعمله النهارده بطريقه سهله جدا بطريقه شغلنا زمان، وهقولك ليه انا رجعت لزمان تاني وعملت شغل بنفس الطريقه اللي كنت بشتغل بيها زمان. بص القوام ما شاء الله الاتنين زي بعض، ما فيش اي فرق، سلس وبدون تكتل. السلام عليكم ورحمه الله اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. زي ما انت شايفه كده انا معايا قطعتين من الصابون البادي اللي احنا بنصنعه مع بعض، قطعه لونها ابيض عادي والتانية لونها ازرق علشان انا حاطه فيها سنه زهره. هاخد القطعة البيضة كلها والقطعة الزرقاء دي هخلي منها جزء، يعني قولي كده هاخد التلتين. ومعايا لتر مية سخنة بيغلي على النار، هنزل بلتر واتنين ونص كمان علشان ادوب الصابون واوصل لقوام معين هتشوفيه معايا دلوقتي. طيب ايه هو التعليق اللي انت كلمتنا عنه في اول الفيديو؟ هقولك زي ما قلتلك في اول الفيديو من حوالي شهر، مش فاكرة يا رب والله في وصفة ايه، دخل لي تعليق كده حتى مش فاكرة اسم صاحبته، بتقول لي سيبك انت من كل الوصفات اللي انت بتعمليها والجل اللي بتعمليه، الجل اللي كنت بتعمليه من الصابون البلدي زمان اول ما اشتغلت على القناة القديمة احسن بكتير. فالموضوع يعني الصراحة ما لقيتش تفسير للتعليق بتاعها، يعني قلت لنفسي ما انا اللي عاملة القديم وانا اللي عاملة الجديد، وانا اللي اقدر اعمل لك اي وصفة انت تطلبيها طالما ان انا اقدر اعملها. ايه الغرض يعني من التعليق؟ فلو انتوا عندكم تفسير يا جماعة للتعليق ده قولولي، ولو هي نفسها موجودة معانا في الفيديو يا ريت تقول كان قصدها ايه من التعليق ده. خلينا بقى في الوصفة عشان ما نضيعش وقت الفيديو. انا دوبت الصابونتين دولت اللي انا بشرتهم في لترين مية، بس ضفتهم بالتدريج وسبتهم يهدوا يدوب. بعد كده هنزل بنص لتر من الصابون السائل. لو تفتكروا بقى الوصفات القديمة اللي كنا بنعملها دي هتبقى زيها بالظبط، بس كنت بضيف بدل الصابون السائل الازرق ده صابون سائل شفاف، كنت انا اللي بعمله عندي في البيت، وكنت بعمل بيه البرسيل جل والصابون بتاع الاطباق اللي هو البريل يعني، وكانت النتيجة بتكون حلوة جدا. حتى كانت معظم التعليقات اللي بتجيلي اياميها عايزين نعرف طريقة الصابون الشفاف، وعملته من حوالي 3 سنين موجود على القناة. بعد الصابون السائل ما ضفته للجل اللي انا عملته من الصابون البلدي، سبته يهدى وشفت قوامه من شويه عامل لي رغوه كده على الوش. هتقلبيها بالاسباتولا مش هتنفع، هتقلبيها بالمضرب هتختفي شويه، ولو سبت الوصفه كلها لتاني يوم الرغوه منها لنفسها كده هتختفي. انا قلبته زي ما انت شايفه كده تقليبه كويسه، وبعد كده هلاقي القوام تقل نتيجه اضافه الصابون السائل طبعا، فانا هظبط بقى بكمان نص لتر ميه يبقى المجموع معايا في البوله 3 لتر. طيب هقلب بقى وهسيب الوصفة دي كلها تهدى تاني يوم، بس هضيف إضافة اختيارية هنا في الوصفة. أنا ضيفها علشان أنا عايزة الوصفة بالإضافة دي، لكن أنت لو عايزة تستثنيها من الوصفة مش هتفرق معاكي حاجة. هضيف كيس بيركس جل بريحة الصنوبر. الأول هو له ريحة حلوة جدا، هيعزز من الوصفة وهيعزز لونها أكتر لأن لونه أزرق، فأنت مش هتضيفي الوصفة دي لون خالص، وهي ريحتها حلوة جدا عشان الصابونة دي كانت ممتازة وكنت عاملاها بأكياس الأوكسي، فريحتها تحفة أصلا. بعد ما بيت الطبق كله يوم كامل دي النتيجة قدامك اهو، بس شوية تقليب كده والقوام حلو قوي. التصديفة الحلوة الطبيعية بتاعة الصابون البلدي اللي كنا بنشوفها في الوصفات زمان بدون إضافة أي مصدف. القوام جل حلو ومظبوط، حتى لو تقل معاكي هيتقل حاجة بسيطة، وأنا هبيته ليلة كاملة وهرجع أوريهولك تاني.
طيب اللي انت شفتيه من شويه كان له يوم كامل، وادي كمان يوم، يبقى كده يومين، وانت شفتيه في اول الفيديو كمل 3 ايام بالقوام ده. بصوا بقى الجو ابتدى يتصلح، وهنقدر نعمل من الصابون البلدي اي جل بقوام ثابت بدون تكتل، وهيكون سلس جدا. تعالي بقى شوف النص التاني من الفيديو وهنتكلم عن ايه. ده الصوت اللي انت سمعتيه في الاول، وده الفوران اللي انت شفتيه. واللي في الازازه زيت مستعمل عادي من اللي بنعمل منه الصابون، بس مخزنينه او محتفظين بيه بطريقه معينه هتخليه بالجوده اللي انت شايفاها دي. وتقدري تتخيلي كده نتيجه التفاعل اللي شغال ده هيوصلك في الاخر لايه، او هتوصلي بالزيت لايه، نتيجه عامله ازاي. بصي بقى، انا كلمتك عن الطريقه دي في كام فيديو في المرات الاخيره دي. قلت لك انا بضيف قشور الموالح كلها، برتقان يوسفي وليمون، بس الوصفه دي كانت كلها عباره عن يوسفي وليمون قليل قوي وبرتقان. خزنت الزيت بالطريقه دي وقفلت الازازه لمده 10 ايام او تقريبا 15، اعتقد انهم 15. وبعد كده جيت افتح العبوه دي، حصل معايا اللي انت شايفاه، فوران جامد. وده نتيجة تفاعل بين القشور وبين الزيت. يعني معنى كده ان الخواص بتاعت الاتنين اتغيروا. الزيت خد كل الخلاصة اللي في قشور البرتقال، من ناحية بقى الزيوت العطرية اللي فيها، من ناحية قوتها في النظافة والتلميع والتطهير والتعقيم، وحتى اللون. حتى الصابون كان الزيت كان لون غامق افتح. حتى قوامه كان قوام الزيت العادي بقى تقيل سنة، بقى عامل زي الصابون السائل اللي انت مخففاه بمية. بصوا التغيير اللي حصل ده كله للزيت. تخيل الريحة بقى، ريحة اليوسفي، ريحة البرتقان، ريحة الليمون، ميكس جامد بين الثلاث روايح دول. بقى الزيت كله عبارة عن الريحة دي. طيب انا بدخلك كده جوه الازاز اهو، داخله معاكي بالكاميرا جوه الازاز عشان تشوفي التفاعل اللي جوه ده. بصي هو خد بتاع ربع ساعه، بيهدى تدريجيا لحد ما اختفى خالص. بعد كده انا خدت الزيت عملته صابون، والقشور معايا هوريك انا هعمل فيها ايه دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. القشور اللي في الازازه مفيش فيها الا يوسفي برتقال ليمون والزيت المستعمل بس، اللي انا طبعا مصفياه كويس قوي. تعالي بقى الناس اللي سألتني على الطريقة، أنا معايا زيت أهو لسه هصفيه قدامكم، وهنحط فيه قشور ليمون وقشور برتقال، بس المرة دي أنا مش مقطعاها، أنا بشراها، وكده ينفع وكده ينفع. هضيف القشور في الإزازة، طبعا الإزازة نظيفة وناشفة، وهبتدي أجيب فرد شراب وأصفي الزيت. بس هعمل خطوة آه اللي انت شايفاها دي مش فكرتي، فكرة اخت لينا كتبتها لي في التعليقات. قالت لي والله يا ام احمد من بعد ما شفت الفيديو بتاعك انا عملت زيك بالظبط، بس ضفت عليه كمان قشور الموز وحطيت معاهم سنة فانيليا، وكانت النتيجة تحفة والصابون ممتاز والريحة شبه ريحة الكيك. احنا هنجرب وهنشوف عملي قدامكم. برضو افكاركم هتفيدنا جدا. انا هتفيدني كصاحبة قناة، وهتفيد اخواتك المتابعين، وانت هتؤجري عليها. وهنا القشور اللي كانت فاضله من الزيت اللي عملته صابون زي الفل، ما جرالهاش اي حاجه. لسه بقى معايا كميه من الزيت هضيفها على القشور دي عادي. وهكمل بقى اضافه تانية بس مش بتاعتي انا، بتاعتكم انتم من افكاركم. كتبتها لي برضو اخت من اخواتي في التعليقات، وقالت لي بعد ما بحط القشور وبحط الزيت بزود سنه من النشادر. طبعا احنا عارفين فايده النشادر في انها تقلل ريحه الزيت بنسبه كبيره، بالاضافه للقشور. وغير ان النشادر بتنظف جدا وكمان بتعقم وبتطهر. هغطي الازازه. واهم شرط في عمليه التخزين دي ان القشور تكون مغموره كلها في الزيت، مش باين منها اي حاجه خالص، منعا للتعفن. ايه رايكم؟ مش الفكره تستحق براءه اختراع؟